محدش بيصور خيبته يا جماعة، بس أنا صورتها وأنا بغلي اللبن الصبح كده علشان أشرب منه كوباية، لقيته بقى بالشكل ده. أنا كنت زيك كده برميه، بس عايزة أقولك أحلى وصفة اتعملت بيه ووفرت فلوسي ومليت بيتي بالخير، وكانت أحلى خيبة في الدنيا كلها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا رب يا رب لو تحطي لي لايك للفيديو ده يرزقها بر أولادها وينجحهم ويرزقها زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. طبعا اللبن بتاعي لما قطع كده ركنت الحلة على جنب وكنت سايباها خالص فكان برد. دلوقتي انا رفعتها على النار تاني، سخنتها، حطيت 3 معالق من الخل، دول كانوا كيلو ونص من اللبن او الحليب، في الدول اللي بره بيقولوا عليه حليب. تمام. حطيت عليه 3 معالق من الخل وفضلت اقلب فيه كده، وطبعا انا مشغله النار زي ما انتم شايفين لحد ما القطع او اللبن ده يعمل زي تكتلات كده، وهلاقيه فصل خالص، الشرش بتاعه كده بقى شفاف، لونه شفاف خالص كده، وبدأت تتكون اللي هي التكتلات اللي انتوا شايفينها دي، حتت كده عامله زي الجبنه. تمام. بعد كده بقى هاخد الحله بتاعتي دي كده، بصوا بقى بالشكل ده، شايفين شكله بقى عامل ازاي، والميه بتاعته الشرش بتاعه بقى رايق كده وخفيف كده. بقى هنشيله. تمام. هشيله بقى كده اهو، هو ده شكله. هنجيب حته شاشه او حته قماشه نظيفه، وهحط فيها هفضي فيها اللبن بتاعي ده اللي هو اللي كان لبن وهبتدي بقى اصفيه كده بالراحه خالص، هضغط عليه كده بالراحه خالص لحد ما انزل كل الشرش اللي فيه، بس يعني ما تبقاش ناشفه قوي، يعني انا عايزه يبقى فيها جزء بسيط خالص من الشرش. والشرش ده مش هنرميه، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هركنه بس كده على جنب، وهاخد بقى الجبنه بتاعتي دي كده. تمام. قطعه الجبنه دي هنحطها بقى في الكبة او في شفشق الخلاط، او ممكن تضربيها بالهاند بلندر. هنحط بقى كده معلقة زيت او قطعة زبدة اللي عندك او مثلثين جبنة، وهتضربيهم جامد جدا جدا جدا، وتفضلي تقلبي بالاسبتيولا كده شمال ويمين علشان تنعم. لو حسيتي ان هي ناشفه معاكي شويه حطي معلقه او معلقتين من شرش الجبنه اللي احنا شايلينه، وهنحط رشه ملح بسيطه كده، وننزل بكمان معلقه من الزيت. انا الزيت حطيت حوالي 3 معالق، بس نزلت بمعلقه معلقه لحد ما نعمت معايا خالص. تقدري تحطي برضو مكعب زبده، عندك زبده بقري، عندك زبده جاموسي، بس ما بلاش اللي هي الزبده النباتي عشان ما تغيرش طعمها. وعايزه اقول لك بقى هتبقى احلى جبنه كريمي بطعم القشطه الطبيعيه يا جماعه، طعمها خطير. عايزه اقول لكم بقى ان هي احلى من الجاهزه 100,000 مره، لا فيها مواد حافظه بقى ولا منكهات ولا الكلام ده. تقدري كمان انت لو عايزاها باطعمه مختلفه تقدري تحطي بقى فيها وانتوا بتفرميها كده بسطرمه او زيتون اسود مخلي، وتفرميه كويس قوي لحد ما ينعم معاه